من كام يوم كنت قاعد في مكتب الشركة وبشتغل على تسكاية كده في استراليا. لقيت حاجة غريبة جدا. بعض الولايات في استراليا طبقت قانون جديد من شهر يوليو ان المواصلات العامة مجانا بالكامل. قلت لا، يعني اكيد في حاجة غلط في الحكاية، يمكن مثلا مواصلاتهم تعبانة مش بنفس كفاءة المواصلات المصرية، ولقيت ان مواصلاتهم انضف من بيتي. قلت يمكن القانون ده مطبق على كبار السن والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. لقيت برضو انه لا، جميع المواصلات العامة متاحة مجانا لجميع فئات الشعب. فافتكرت شوية حاجات كده، وافتكرت ان بقالي 3 شهور مسقط الجزء الثاني من تقييم مواصلات مصر. سريعا كده التقييم كان طرش وجيد ومه وزبالة، وده كان تقييم بعض المواصلات في الجزء الاول. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا على الجزء الثاني. اول مواصلة معانا هي التوك توك. الشعب المصري بفلاحينه، بالصعايدة، بالمدن، بالبدو، بالصيادين، اختلفوا على كل حاجة في الدنيا، لكن اجمعوا على كره الاختراع البغيض ده. انا ممكن اسامح فرنسا على مجازرها في افريقيا، ممكن اسامح بريطانيا على احتلالها لنص بلاد العالم، ممكن اسامح الشرقية على انجابها لسكان الزقازيق وبلبيس، لكن عمري ما هسامح دولة الهند على تصديرها للتوك توك في مصر. دلوقتي عشان نقيم التوك توك محتاجين نعرف محاسنه ومساوئه. محاسن التوك توك انه وفر لقمة عيش لشباب كتير كان على وشك انه يتاجر في البانجو العرانيس، مش عارف، يعني تقريبا دي الحسنة الوحيدة في التوك توك. ممكن كمان يعني سهولة نقل العواجيز والمرضى من الحواري الضيقة اللي مش هتعرف تدخل لها تاكسي. خد بقى عندك مساوئ التوك توك. اولا السرطان السمعي. اقل توك توك هتلاقيه حاطط سماعات دي جي اغلى من التوك توك نفسه، ومشغل مهرجانات الدخلوية اللي برضه مش هسامح اسكندرية على طرشهم في وشنا. ثانيا السرطان البصري. اقل توك توك هتلاقيه حاطط شخاليل في التوك توك جايبهم من اخر العنقود، ومش سايب سنتي واحد في التوك توك الا ولازق عليه ستيكر. شكل التوك توك بشكل عام يخليك عايز تدلق في عينك جيركن كلور. يعني انت هات شوية تكاتك وحطها في سويسرا، اجمل بلاد العالم، وهتحس انها ما تفرقش كتير عن الطلبية فيصل. ثالثا السرطان القيادي. انت ما تبقاش سواق توك توك بجد وجداني وعجدون الا لما تسوق في شارع زي التعبان. عارف انت التعبان بيتحرك زجزاج ازاي؟ مفيش حاجة في قاموسه اسمها اشارات ولا مرايات ولا حواري طرق متعلمة. لازم يجري بالتوك توك زجزاج وسط العربيات عشان يوفر له 2 و13 ثانية من وقته. سواء التوك توك الوحيد اللي بيطبق بالشكل الحرفي المقولة اللي بتقول لو كان الرزق بالجري ما كانش حد سبقني. فبيخش سبق الرزق ده بالسواقة المعتوهة والفهلوة وكسر الاشارات وعفرطة الاسفلت. رابعا السرطان الاخلاقي. طبعا في سواقين توك توك ولاد ناس ومحترمين ومتدينين ومتعلمين، يعني مفيش اي تعميم في الحكاية. بس هو انا ليه كل ما اخش على صفحة الداخلية الرسمية الاقيهم قافشين سواق توك توك عامل حكاية مخلة بالاداب العامة او معور حد في وشه؟ خامسا السرطان البدني. قبل ما التوك توك يدخل مصر الناس كانت بتمشي اكتر، والمشي بيحسن جودة عضلاتك وبيساعد الدورة الدموية ومفيد بشكل عام للصحة لو مشيت لك نصاية كل يوم على الاقل. من ساعة ما التوك توك دخل البلد بقى الناس بقت تكسل تمشي لاخر الشارع. الكروش كبرت والفخات تخنت والجناب دهننت وبقينا شبه البراميل. التوك توك هياخد تقييم المزبلة، ولو قلت غير كده ابقى راجل ضلالي، لان مساوئه اكتر بكتير من محاسنه. لكن لو سألتني هل انت مع الغاء التوك توك من مصر بشكل نهائي هقول لك لا طبعا، لان فعلا في الاف البشر بياكلوا من ورا عيش. فالاحسن يتم ادارته من المسؤولين بشكل اكتر تحضرا ورقابة اعلى من الوضع الحالي. المواصلة اللي بعدها هي التروسيكل. فاكرين في الجزء الاول لما قلت ميكروباص الترامكو عبارة عن صفيحة متركب لها 4 عجلات كاوتش وهي ماشية؟ التروسيكل نفس الكلام، صفيحة متركب لها 4 عجلات كاوتش بس بدل الدركسيون والفتيس متركب لها جادون وكرسي موتوسيكل. سواق اي تروسيكل كان نفسه يبقى سواق عربية نقل بس فشل في اختبار السواقة، فبدل ما يشوف له صنعة ولا يعمل شيفت كارير قالك طب ما سوق التروسيكل. نفس الفكرة بس مش هتحتاج رخصة سواقين نقل، ومش هخاف على علبة السلمون الصفيح اللي انا سايقها دي، وعادي يعني اسوق بغشومية وامشي ادشمل في عربيات الناس. واحد محنك هيقول لي بس التروسيكل ده مش وسيلة مواصلات يا اسطى، ده انا كل ما اشوفه بلاقيه معبي كراتين زيت وعلب هوهز، او بيكون الراجل اللي بيبيع منتجات منظفات وبيقول كيلو الصابون السايل ب10 جنيه، كيلو الكلور ب8 جنيه، كيلو الديتول ب12
12 جنيه، كيلو معطر الجو ب 7 جنيه. احب اقول لك لا يا دولي، في بعض القرى النائيه او بعض الاحياء العشوائيه ما دخلتش لسه في الالفيه الجديده، ووسائل المواصلات الطبيعيه بالنسبه لهم شيء من وحي الخيال، بقى بيحملوا بني ادمين على ظهر التروسيكل وينقلوهم من مكان لمكان. طبعا لو هنقيم التروسيكل هنرميه جنب خط رامكو في خانه المزبله، لانه مجرد صفيحه زي ما قلت ب4 عجلات واختراع غير ادمي بالمره. المواصله اللي بعدها هي اتوبيس حسان، ودي مواصله نادره شويه، هتلاقي معظمها في اماكن زي شارع بورسعيد، الخصوص، المرج، الجبل الاصفر، والخنكه، واماكن غريبه كده لو ما تعرفهاش في الحقيقه هتفتكرها عالم موازي متواجد في بعد كوني على حافه ثقب اسود. لو هوصف اتوبيس حسان فهو حجمه ما بين اتوبيس هيئه والميني باص، يعني ممكن تقول عليه 3/4 اتوبيس. زمان كان في شغلانه اسمها تباع، كان بيشتغل على ميكروباص. التباعين دول نقلوا نشاطهم بالكامل من الميكروباصات لاتوبيسات حسان. عارف انت الراجل اللي متشعلق على باب اتوبيس وبينادي عتبه موسكي غمره؟ هو ده بقى اتوبيس حسان. شكل اتوبيس حسان ما فيهوش اي ميزه، فممكن ما تعرفش تميزه من شكله، انما تعرف تميزه بالصوت اللي بيخرج منه، مش الموتور ولا الكربيراتير ولا حتى صوت التباع، من صوت الكلاكس. الكلاكس في حد ذاته يعني ما فيهوش صوت مميز، الفكره في السواق اللي بيستخدم الكلاكس. اي اتوبيس معدي من جنبك بيعمل المعزوفه العطره دي، اعرف تلقائيا انه اتوبيس حسان. سواقين حسان عندهم القدره على عزف اجمد مقطوعه الفها موتزارت او بيتهوفن، وهيحط على ادخنها موسيقار. اقل سواق حسان يقعد على القهوه عادي مع محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وسيد درويش. الموسيقار عمر خورشيد كان بياخد دروسه الموسيقيه في القصيرين مع سواقين حسان. ليا واحد صاحبي حبيبي اسمه محمود كوري، ابوه عنده عربيات حسان مشغلها خط السواح الخصوص، وكان بينزل الولا كوري يشتغل على اي فرده منهم. ولما ربنا كرم محمود كوري واشترى عربيه مرسيدس بالشيء الفلاني، ما قدرش يخرج من جلابيه ابوه ولا من عادته المهنيه. كنا بنمشي في الشارع راكبين عربيه مرسيدس الاجا، والحقير كان بيكلكس بالمرسيدس نفس كلكسته وهو سايق الحسان، وبناء عليه اتوبيس حسان هيتحط في خانه طرش لاجل الحس الفني لدى سواقين حسان. المواصله اللي بعدها هي القطر. في حاله القطر انت عندك حاجه من الاتنين، يا قطر مريح يروق عليك طول الرحله، يا قطر يجيب لك دوالي في المخاصي. يعني مفيش بين البنين، لا تقول لي درجه اولى ولا تانية ولا الهري ده. يعني اسمع مني، القطر المريح ايا كان درجته هيكون فيه كراسي محترمه بتحترم مؤخره البني ادم، مكيف وسريع ومفيهوش اي صوت مزعج من جوه، نضيف وبيشتغل فيه ناس نظيفه ومحترمه وبيحطوا برفان من ماء الذهب، وهتستمتع برحله في غايه التالق والروعه. بالنسبه للقطر اللي يجيب لك دوالي في المخاصي بقى، تعال احكي لك تجربه شخصيه للعبد لله. في يوم قررت انا واصحابي نطلع طلعه لاسكندريه، وقلنا هنروح بالقطر. واحد صاحبنا منه لله عمري ما هسامحه اليوم الدين اقترح اقتراح، قال لنا بدل ما كل واحد يدفع له 75 جنيه في قطر رايح و75 جنيه في قطر جاي، في قطر كده بيروح لاسكندريه ب10 جنيه، ولو حظنا حلو ممكن نزوغ من الاجره. قلت له لا يا ابن الحلال، دفع الاجره واجب وطني على كل مواطن مصري. قال لك خلاص نروح بالقطر ده، وكده كده كل واحد فينا مسافر ب 240 جنيه في جيبه، فنوفر حق القطر على قد ما نقدر. وطبعا وافقنا وما نعرفش اللي مستنينا. القطر من بره شكله يوحي لك انه يا بيحمل مواشي يا بيحمل حديد وفحم. قلنا مش مشكله الشكل، يعني المهم المضمون. دخلنا القطر وعينك ما تشوف الا النور. اولا القطر ما فيهوش حجز كراسي بتذكره زي اي قطر محترم، انت بتوصل بدري وبتجري جوه القطر، والكرسي اللي بتلحقه بتثبت فيه. فاللي بيوصل متاخر يا بيقف طول الرحله لحد ما يلاقي كرسي فاضي ويقعد عليه، يا بيطلع فوق على الرف اللي بيتحط عليه شنط السفر وبينام عليه. ثانيا القطر بيقف في كل محافظه، في كل مركز، في كل قريه، فبتشوف اماكن اغرب من العجب يدخلوا كتاب 1000 ليله وليله مستريح. الناس اللي كانت بتسالني انت بتعرف اسامي القرى الغريبه في حلقات شرح دوله مصر منين؟ اديك يا سيدي عرفت انا شفت الاسامي دي فين قبل كده. وبما انه بيقف حرفيا في كل قريه بيعدي عليها، فالرحله قعدت 7 ساعات عشان توصل من القاهره
الاسكندريه. ثالثا القطر كان ريحته مزيج ما بين ريحه الصنان وريحه عشه بط وفراخ، وده لان حمامات القطر ملهاش باب اساسا، فروايحها بتنتشر في القطر كله. وريحه البط والفراخ لان هتلاقي ناس داخله بقفاص بط وفراخ جوه القطر. وفي واحده بنت حلال حطت قفص فراخ على الرف فوق دماغي، ويا ريته حتى كان متغطي بفرشه، يعني لو فرخه زنقتها الحسره هتعملها فوق نافوخي. رابعا زي ما انت استشفيت من اللي بحكيه طبعا ان مفيش اي احترام للادميه، يعني مش هقول لك خصوصيه حتى، لان عادي تبقى ماسك تليفون وتلاقي 17 نفر بيبص انت بتعمل ايه عليه. لا يا بص احنا تخطينا المرحله دي، مفيش اي احترام للادميه، لان هتلاقي ناس بتطلع علبه السجاير الكليوباترا وتولع وتصطبح جوه القطر، وما ادراك ما هي ريحه السجاير الكليوباترا. وطبعا انت ما تقدرش تقول حاجه عشان انت لو فتحت خشمك معاه هو بكل سهوله هيمسكك ويحطك مع الفراخ جوه القفص. اهو نفس القطر ده ايام مبارك قبل الثوره كان العادي بتاعنا اننا نصحى كل يوم على خبر ان في قطر اتقلب في كفر الزيات ولا البدرشين، بس الجيل الجديد ما يعرفش الحكايه دي. المهم ان طبعا بعد ما وصلنا اسكندريه كل واحد فينا استحمى بتاع 12 مره، وبعد ما خلصنا مسكنا صاحبنا اللي اقترح علينا الاقتراح المقيت ده وسوينا وشه ببلاط الشقه، وبقى المسؤول انه يعمل لنا دور الشاي طول مده الرحله. تقييم القطر كالتالي: القطر لو نضيف فانت فعلا مش هتحب غير انك تسافر بالقطر، فهيخش في خانه الجيد. انما لو ربنا ابتلاك وركبت قطر القشاش ولا ايا كان اسمه ايه الجربوع ده، فده هيتحط في اوسخ مكان في خانه المزبله. لسه فاضل شويه مواصلات حلوين كده، يعني مصر متعبيه مفاجآت، فهنكمل باقي المواصلات في الجزء الثالث اللي اكيد مش هيتاخر 3 شهور كمان. فتاكد انك مشترك في القناه عشان ما يفوتكش، وما تنساش اللايك على الفيديو.